قبل ما اتكلم عن تحليل الماتش ده عايز اعرفك على استراتيجيه نادي برينفورد. الناس دي شغاله بالورقه والقلم زي ما احنا بنقول، بتعتمد على استراتيجيه برينفورد على عالم الاحصاء والتحليلات. اللي دخل الكلام ده هو ماثيو بنهام اللي اشترى النادي في 2012، وبالمناسبه هو عنده اسهم في شركه مراهنات كبيره. ومن ساعتها قرر برينفورد يعيش بشكل مختلف، مش من المدرب اللي يحط استراتيجيه النادي. بالعكس، الإدارة هي اللي تحط الاستراتيجية وتختار على أساسها المدرب. خلينا نخش على الحالات. أول حالة، بص على اللقطة دي رمية تماس لبرينفورد بيعتمد عليها طول الدوري. دي كانت أول رمية تماس في المنطقة اللي برينفورد عايزها، كانت في الدقيقة 4 و41 ثانية. يروح لها مين؟ كايودو، وبالمناسبة هو باك يمين، ساب مكانه وراح ناحية الشمال عشان يلعبها. وده كان قرار مش عشوائي، ده كان تكتيك متدربين عليه. المهم، شايف السهم ده؟ هو ده مسار الكورة، بيتلعب عليه دايما عن ناحية القائم القريب. ليه بقى؟ عشان هم بيحطوا 4 لعيبة، وبالمناسبة دولت أطول 4 لعيبة عندهم، والهدف منهم إنهم ياخدوا اللمسة الأولى عشان يرجعوا الكورة في ال6 ياردة ويكمل فيها وطارة ويسجل الهدف. ودي الخريطة الحرارية اللي بتأكد كلامي اللي أنا قلته. بص على كريدو رقم 33، هتلاقيه دايما معظم تحركاته في نص الملعب بتاع الخصم، وخصوصا الناحية الشمال. أما الرقم 20 هو أييل، دي بقى باك شمال نرويجي طوله 196 سنتي. والغريب بقى إن الخريطة الحرارية بتاعته معظمها عند القائم الأول بتاع الفريق الخصم. وبالمناسبة هو اللي صنع الهدف الأول، وأظن عرفتوا ليه الخريطة الحرارية بتاعته على معظم القوانين بتاع الخصم. بص بقى في الصورة التالتة دي، استقلال فريق برينفورد لاندفاع فريق ليفربول. شوف هنا خط الدفاع كله مايل ناحية الشمال عشان ليفربول معتمد على برادلي اللي هو اللي يقدم المساهمة الهجومية في الحتة دي. فبرينفورد بدل ما يوقفوا 1 لواحد، هم قرروا يسيبوا شادي في المساحة اللي في ظهر برادلي، ولما الكرة تتقطع تتلعب عليه. وفعلا ده حصل في الجون الثاني، الكرة تتقطع وتسلم في نص الملعب لشادي، يروح انفراد ويسجل الهدف الثاني. بص بقى على الجون الاول لليفربول، نفس الحاله بالظبط بس العكس، الكوره ما بتتقطعش، صلاح وفيرتس بيسحبوا 2 من دفاع برينفورد عشان يفضل مساحه لبرادلي اللي يقدر يسجل اللي يقدر يصنع الجون الاول للليفر. وهنا بقى يحسب لبرينفورد علامه التراجع الدفاعي، وده يبين لك في الدقيقه 60 لما ضغط هندرسون على فيرتس وغلطه وخد الكوره وعطاها وطاره وسجل فيها، خد منها ضربه جزاء وسجل فيها الهدف الثالث. أنه عليه أن يقاتل كرة في هذا المكان. دامسجار سدد. الله الله، الدنماركي. لا، عندك محاولة من